انا وراجلي تزوجنا عن حب، ولكن بعد الزواج بديت كنحس بواحد الفراغ في حياتي، حيت راجلي خدمته كيسافر بزاف وكيكون معايا غير مره في السيمانه، وحتى منين كيجي كيقول لي انا عيان وكيعطيني غير شويه ديال الوقت. الصراحه ما بقاش كيقول لي هضره زوينه كيف الاول. المهم التعامل ديالو ولا بارد معايا، بقيت كنقول واقيلا انا اللي فيها شي مشكله. بديت كنحاول نبدل راسي، منين يكون غادي يجي كنقاد راسي، كندوش، كندير المكياج، كنلبس حوايج زوينه مثيره، كنوجد العشاء زعما باش نخلقوا واحد الجو. ولكن السيد والو ما كيلاحظش داكشي اللي كندير. حنا العيالات كنبغيو راجل اللي يقول لنا كلمه زوينه ويلاحظ اشنو تبدل فينا، واخا يقول مثلا غير هاد الحوايج جاوك زوينين ولا العشاء جابني. في الاول كنت كنقول واقيلا غير حيت عيان مع الطرقان، ولكن من بعد جاني بزاف هادشي على العيا. نحكي لكم كيفاش بدات الكارثه اللي درت في حياتي. في العماره اللي ساكنين فيها واحد السيد كان مزوج، ولكن ماتت ليه المراه. واحد نهار تلاقينا انا وياه في الدروج، انا طالعه للدار وهو نازل. قال لي السلام عليكم ورديت عليه السلام، وبدا كيسولني على مول الدار واش هنا ولا مسافر. رديت عليه لاباس الحمد لله، غير هادي 5 ايام باش سافر. صافي قال لي سلمي عليه وطلعت للدار، وجاتني عجب حيت اول مره يدي ويجيب معايا في الهضره. من بعدها ولينا كنتلاقاو بزاف في الدروج. كنظن ما كانش صدفه حيت هو كان حط عينو عليا. واحد نهار كنت تقديت وطلعه بالحوايج، هو يتلاقاني في الدروج ويقول لي غنوصل لك الحوايج للدار حيت تقال عليك. قلت لي لا ما تقال شكرا، وما خلانيش، وقال لي لا حشومه مرا بحالك تهزها الثقل كامل. صافي انا سكت وخليته يطلع دوك الحوايج للدار. شكرته وبقى كيبتسم معايا. هو يقول لي مره اخرى مني تبغي شي حاجه مرحبا، حسبيني بحال خوك. واحد النهار مشيت نجيب البوطه، موالفه مني كنجيبها كنعيط لولد جارتي صغير ما كبيرش بزاف كيهزها معايا. ولكن داك النهار كي حليت الباب لقيت جارنا نازل من دارو، قال لي نطلع عليك البوطه. قلت ليه واخا نهزها معاك. ما بغاش هو يقول لي واش الزوينات بحالك كيهزوا البوطات والله حتى حشومه. وانا كنت حاطه يدي على البوطه، منين جاي هزها يدو قاست يدي. في ديك الوقيته قلبي بدا كيضرب بالجهد. قال لي شوفي انتي كاع ما تبقيش تخرجي تجيبي بحال هاد الحوايج، انا نتسخر عليك. قلت لي انا لا ماشي مشكل. بقى لصقني هو يخلي لي نمرتو. قال لي كي تحتاجي شي حاجه عيطي لي تكون عندك. انا شديت نمرتو ولكن ما عيطلوش. دازت مده بديت كنتهرب منه باش ما نتلاقاش، وكنتسنى حتى ما يكونش في الدار عاد كنخرج. كان جا الصيف ومشيت لدارنا، وملي كنت جايه جبت معايا اختي صغيره عندها 6 سنين. واحد الليله طلعت ليها السخانه وما كان عندي حتى شي دواء نديرو ليها. تخلعت بزاف وما عرفت ما ندير، وانا نتفكر باللي عندي نمرة جارنا. عيطت لي قلت لي عافاك اختي راه مريضه بزاف، ما خلانيش نكمل حتى الهضره. قال لي انا نازل عندك. حليت عليه الباب وقال لي نديوها للطبيب. قلت ليه ما نقدرش نخرج في هذا الوقت. قلت له عافاك جيب لي انفورماسيون شي دواء ديال السخانه لبنت صغيره عندها 6 سنين. قال لي صافي ومشى جاب لي الدواء، شكرته ومن بعدها دخل نمرتي وبقى كيسول على اختي في الواتساب. من تما بقات بيناتنا التواصل. من بعد مده حنا كنهضروا عادي، ولا كيقول لي صباح الخير الاميره، ومثلا الا تلاقينا في الدروج كيقول لي تبارك الله جيتي واعره هاد النهار، وديما كيقول لي اميره ورضا. المهم الهضره الزوينه. الصراحه بدات كتعجبني ديك الهضره الزوينه، حيت كما كتعرفوا انا محرومه منها. وراجلي في هاد الوقت اللي داز كاع هادشي راه كان كيجي للدار كما العاده نهار في السيمانه، وهو ما كانش كيخاف عليا ولا يشك فيا، حيت العماره فيها الناس بزاف، والوالده ديالو كانت كتسكن حتى هي في نفس الدرب اللي كنسكنوا فيه. المهم بدينا كنتقربوا من بعضياتنا، وديما كيسول فيا راجلي وما كيصيفطليش حتى صباح الخير. رجعنا كنحماقوا على بعضياتنا. قال لي طلقي من راجلك وقسي شويه ونتزوجوا انا وياك. اش من راجل هذا اللي يخلي هذا الزين كامل بوحده؟ المهم انا ما قدرتش نطلق بحكم اننا في العائله صعيب شي بنت تطلق وترجع عندهم. قلت لي حتى نشوف ورد عليك. واحد نهار كان عيد ميلادي وبقينا كنهضروا حتى شي 2 ديال الليل. هو يقول لي بغيت نعطيك شي حاجه. قلت لي كيفاش غادي نديرو؟ قال لي ما تخافيش كلشي راه ناعس، انا غادي نهبط بلا ما نشعل الضو وحتى انتي. وداكشي اللي درنا. جا عندي وعطاني الكادو على حساب عيد ميلادي. قلت له شكرا، هو يتقرب مني حتى لقيته دخل عندي للدار وسد الباب. المهم انا ما قدرتش نقاومه
ووقعت بيناتنا علاقة غير شرعية. من بعد ما سالينا حسيت به ندم، قال لي انا ما كنبغيش نقيس مرات شي راجل، ولكن ما عرفتش كيفاش ما قدرش نتحكم في راسي معاك. قلت لك خلينا نتزوجوا حسن. من بعد داك النهار ولا كيجي عندي في الليل مره حتى لقيت راسي حامله، ولكن ماشي مراجلي، حيت في ايام الاباضه راجلي ما كانش جا ديك السيمانه. يعني انا حامله من جارنا، وانا كنت كندير الاحتياط، ولكن واحد النهار نسيت. انا عارفه بزاف منكم غادي يعايروني، انا ما غاديش نقول لكم بلي ما غلطت، واول مره غادي نعترف بهذا الشيء. ما نقدرش نقول هذا الشيء لحتى واحد كيعرفني، ولكن انا بغيت نشارك معكم هذا الشيء وبلا اسماء، حيت بغيت نفرق قلبي. نكمل لكم الكارثه اللي درت في حياتي. صونيت عليه وقلت لي انا حامله، هو يقول لي لا، ما يمكنش تكوني حامله مني، انت راكي حامله من راجلك، حيت حنا كنا حادين راسنا. قلت لي لا، انا ما حاملاش من راجلي، حامله منك انت. يلي صافي خليه وطلبي راجلك الطلاق، ومن بعد نتزوجوا انا وياك ونربيو بجوج بنتنا ولا ولدنا. قلت ليه صافي يكون خير. مشيت قلت راجلي باش يطلقني، ولكن ما بغاش يطلقني، بالاخص من يسمعني حامله. قال لي صافي انا غادي نتبدل وغنولي معاك مزيان كيف الاول، راكي عارفه راه غير الخدمه، وانا راه كنضل نجري في طرقان غير باش نخدم عليك وما نخليك مخصوصه من حتى شي حاجه، ومنين يجي ولادنا يعيشوا مزيان. انا في ديك الوقيته قلبي بدا كيضرب بالجهد، ورجع كيأنبني ضميري، وبقيت كنقول يا ريت كنت طيحت هذا الشيء اللي في كرشي، وطلبت الله يسمح لي ونكمل مع راجلي. ولكن كان داز الوقت حيت كرشي كبرات، وكانت عندي في ديك الوقيته 8 شهور. من بعد شهر ولدت، وجارنا كل نهار كيسولني فقتاش غتطلقي، وانا غير كنتهرب منه. من بعد شي 5 شهور مات جارنا، تصدمت بزاف، ما بقيت عارفه شنو ندير. كاع داكشي اللي كنت مخططه ليه ما بقاش، وراجلي عزيز عليه ولدي بزاف حيت كيسحاب ليه ولدو. انا ما بقاش كيجيني النعاس في هادشي اللي درت، وما نقدرش نقول ليه حتى شي حاجه، حيت غادي يكرهني ويطلقني وغيقولها لوالديا، وحتى هما غادي يكرهوني وينكروني، وغادي نتشوه مع العائله كامله، واللي كي غيكبر غادي يكرهني حتى هو. القرار اللي خديته هو نسكت. بغيتكم تعاونوني وتقولوا لي اشنو ندير، واش نصارح راجلي بهذه الحقيقه ونطلق ونتشوه مع العائله ونخرج نربي ولدي بعيد على هادشي وما يكرهنيش، ولا نسكت وما نقول والو.